هنعمل النهاردة اسهل واسرع وصفة ممكن اي واحدة تعملها وهي مستعجلة. وصفة المستعجلين. هنعمل صينية بطاطس بالبتنجان واللحمة المفرومة. وصفة سهلة جدا وصحية جدا وجميلة جدا ومش هتاخد وقت. مقاديرها سهلة قوي. بتنجان متقطع دواير كده. دي بتنجانة كبيرة قوي او 2 وسط يعني. بطاطس برضو 2 وسط او واحدة كبيرة. لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة على حسب الرغبة، ملهاش تقدير ثابت. و 3 فصوص توم، بس ده توم مجمد مفرومين كويس قوي. هنحتاج صلصة وهنحتاج جبنة موتزاريلا. يلا نشوف الطريقة مع بعض. وصفة سهلة قوي. طيب معانا الحلة البايركس بتاعتنا. هندهنها شوية زيت مش كتير علشان الاكل بس ما يلزقش. بعد كده هنبتدي نرص البطاطس كله ني في ني، مفيش اي حاجة معمولة. بعد كده هنحط اللحمة المفرومة كل الكميات دي انتوا اللي تحددوها، مفيش حاجة ثابتة. بعد كده هنحط الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة. الكمية اللي انتوا تفضلوها. بعد كده هنحط البتنجان. بعد كده هنحط توم على الوش كده. التوم ممكن تحطوه وانتوا بتحطوا اللحمة المفرومة، بس انا بحب احطه على الوش. بحب النكهة بتاعته كده تبقى يعني اول ما تستوي كده. واخر حاجة هنحط جبنة تاني كده من فوق. بعد كده هنجيب الصلصة وهنحط فيها معلقة الملح ومعلقة الفلفل وهنقلبهم كويس قوي فيها. تقدروا تحطوا شطة، تقدروا تحطوا اي بهارات انتوا حابينها، بس احنا دلوقتي هنحط ملح وفلفل بس. وهنبتدي نسقي الصينية كلها. دي تاني كوباية صلصة. كل كوباية صلصة تحطوا فيها معلقة ملح ومعلقة فلفل علشان الطعم يظبط معاكم. اسقوها بالصلصة كويس قوي علشان هتستوي فيها. بعد كده هنجيب الفويل وهنغطيها بالفويل. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهنسيبها من ساعة لربع لساعة. ممكن كل شوية بس نبقى نبص عليها نشوفها البطاطس استوت ولا لأ كده يعني. هوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. بس كده ده كان الشكل النهائي. قعدت في الفرن حوالي ساعة.
يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تنوروني في الاشتراك وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير للفيديو، وتتابعوني على التيك توك والانستجرام. بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف، تكتبوا لي في الكومنتات حابين تشوفوا ايه الوصفة الجاية. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.